قناة مشروع الدين النصيحة الدعوي، قناة سلفية دعوية على منهاج النبوة. يقول معاوية: كنا جلوس في المسجد، كنا حلقة جلوس في المسجد، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما أجلسكم؟ قلنا: جلسنا نذكر الله. قلنا: جلسنا نذكر الله وما من الله علينا به. فقال عليه الصلاة والسلام: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ يستحلفهم بالله. فقالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك، والله ما جلسنا إلا لهذا. فقال عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم، يعني لم أطلب منكم الحلف لأنني أتهمكم، أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. أي فضيلة هذه يا أخوان! رب العالمين جل وعز يذكر عبده في الملأ الأعلى، يباهي به الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء، انظروا إلى عبادي هؤلاء، اجتمعوا لذكري، اجتمعوا لمدارسة ديني، لتعلم شريعتي، إلا يباهي بكم ملائكته. فهذه فضيلة عظيمة. كم نحرم أنفسنا من الخير، وكم نفوت على أنفسنا من الفضائل. فهذه فضائل عظيمة ومقامات مباركة ينالها العبد في مجالس العلم، مجالس الحلال والحرام، مجالس الذكر، يحظى بها كما جاء في هذا الحديث العظيم المبارك، وكما جاء أيضا في أحاديث أخرى عديدة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يوفقنا لكل خير يحبه.